بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على رسول الله. النهاردة هنقدم لكم السفرة الملكة، السفرة اللي بسم الله ما شاء الله اللي بتربط بين المودرن والكلاسيك. زي ما انتوا شايفين التشطيبات والشغل بتاعها حاجة مميزة جدا. اللي بيحب الشغل الكلاسيك والشغل اللي بيبقى فيه حفر وشغل مميز وعلى التشطيبات الحديثة، السفرة دي تناسبه جدا. طبعا كل الحفر اللي الشغل اللي على وش البوفيه والبرواز والشغل ده كله الاساسيات خشب زان وابلكاس سه ودهان فرن، تمام. والمفصلات باكي والقشرة ارو. ده انضف خامة باذن الله اللي احنا بنحكي عنها النهاردة. انما طبعا في معارض تانية بتشتغل في الخشب الحبيبي والخشب الكونتر، ويبقى القيمة دي خشب بالياسطر، حاجات زي كده. انا بس بحب اوضح عشان تعرفوا الفرق بين المستوى ده والمستوى ده. وزي ما انتوا شايفين الضرفة التخن بتاعها والكثافة بتاعتها حاجة بسم الله ما شاء الله. ما ينفعش الشغل ده يتعمل من خشب الكونتر، الا لازم يتعمل كبس، ويبقى كبس محمل عشان الشغل يتحمل الشغل الحفر والقيمة والشغل اللي انتوا شايفينه. فالسفرة دي من السفر المميزة جدا اللي فيها شغل مختلف عن اي سفرة. احنا الحمد لله معرضنا سمير الشناوي في دمياط، واهم حاجة تصلوا بينا على النبي وتدعمونا بالاشتراك. واحنا بنحاول كل يوم نوريكم حاجات مميزة مش هتشوفوها الا في اي حتة الا في معرض سمير الشناوي. زي ما انتوا شايفين النيش بتاعها كبير، مش نيش صغير. وبفضل الله زي ما انتوا شايفين الشغل التشطيبات بتاعته حاجة بسم الله ما شاء الله. ازاز محمل 10 ملي. وتشرفونا في معرضنا في دمياط سمير الشناوي. اي خدمة احنا تحت امركم، وان شاء الله في توصيل لجميع المحافظات وجميع الدول. واللي اول مرة يشوف صفحتنا، موجود تشكيل كبير جدا على الصفحة بالنسبة للشغل المودرن والشغل الكلاسيك والانترات والصالونات والاطفال. اللي اول مرة يشوف صفحتنا يزورها ويشوف اللي هو عاوزه. وزي ما انتوا شايفين الرجلين دي كلها فك وربط خشب زان كلها. الكرسي معمول نفس الشغل. كل البوفيه دورانات، مش بوفيه عدل. فاللي بيحب الشغل ده شغل مميز جدا. يعني هو نادر النهاردة ما تلاقي معرض بيعرض شغل زي ده عشان تكلفته بقت عالية. الشغل ده بيبقى تكلفته عالية، فانت ما تلاقوش متكرر كتير في المعارض. بس احنا الحمد لله لازم يبقى عندنا في المعرض بتاعنا الشغل الستيل والشغل المودرن والاطفال، تمام. الكرسي بتاعها نفس الشغل، نفس الرجل، نفس الفرنتون، شغل جلد معالج. حاجة بسم الله ما شاء الله. عاوزة بس تتفرش في مساحة، انما احنا عرضنا في مكان يعني مساحته مش كبيرة فمش باينة السفرة. انما الأوضة لما تيجي تشوفوها على الطبيعة حاجة تشرفكم جدا. واي خدمة احنا تحت امركم. وكمل الفيديو معانا عشان هنوريكم تشكيل كبير تاني من الشغل الكلاسيك. زي ما انتوا شايفين دي غرفة برضو تمشي مع السفرة اللي احنا مقدمينها. يعني السفرة اللي احنا مقدمينها فاتحة، ودي لون مثلا بندقي تركي مثلا. الالوان دي بتبقى دي في مكان، وغرفة بتبقى النوم في مكان، والسفرة في مكان. فعادي مش شرط الاتنين يبقوا زي بعض. فده نوم وسفرة طقم شغل كلاسيك، حاجة جميلة جدا. طبعا زي ما انا بوضح كده الخشب الزان، الفرنتونات واللي على وش الظرف ده كله خشب زان. وبتبقى قشرة طبيعي. اللون البندقي اللي بيتعمل ده بيبقى لازم ملزوقة قشرة لب او قشرة مغنى او قشرة بابونجا. تلات الانواع ده في الشغل الكلاسيك بيبقى ممتاز جدا. زي ما انتوا شايفين فرنتون ده كله خشب زان. والدولاب بتاع الغرف دي بيبقى دولاب كبير، يعني مبيبقاش صغير زي الجرار. ده بيبقى 3 متر و10، 3 متر و20. عشان الشغل الظرف بيبقى لها مساحة، فلازم تتعمل بالمقاسات بتاعتها. عشان الفرنتون والشغل ده بيبقى شغل قيم، بيبقى شغل عاوز مساحة. وزي ما انتوا شايفين الكومودينو والرخام معمول عليها رخام، وكل الرجول والفرنتونات دي كلها خشب زان زي ما احنا موضحين. فاللي مش عاجبه الاذواق دي بيعجبه يعني المودرن موجود على الصفحة بتشكيل كبير جدا. احنا بنحاول بس بنعرض بعض منتجاتنا بتبقى فيها الشغل الستيل ده، عشان برضو في اذواق بتبقى ما بتدورش الا عليها. وطبعا موجود على الصفحة بتاعتنا انترهات وصالونات
كتير جدا يعني، مش حاجة قليلة. احنا بس بنوريكم عينات منها بشغل برضو. الحفر بتاعها حفر ناعم، شغل مميز، ومشاك كلها بارزة. واللي عاوز يشرفنا في اي وقت في معرضنا سمير الشناوي في دمياط، موجود اشكال كتيرة جدا يقدر يشوف اللي هو عاوزه. وبرضو احنا بنحاول نوفر على الصفحة بتاعتنا تشكيل كبير جدا. وزي ما انتوا شايفين ان لازم الصالون والانتريه لازم يبقى خشب زان احمر. تمام، مش بقى بكبر القيمة او حفر القيمة، انما هو لازم يبقى خشب زان احمر عشان يتعمل فيه الدورانات والشغل المصنعات اللي باين قدامكم. وطبعا جميع الالوان موجودة. بالنسبة للسفر برضو احنا بنوريكم قطعة سفرة مميزة جدا. طبعا الشغل ده بيبقى كله دورانات. بالنسبة للسفرة دي شغل دورانات خشب زان كلها. في طبعا بين الشغل ده بيبقى الحفر بتاعها ما بيبقاش خشب زان، بيبقى خشب مصنع. انما دي السفرة اللي انا بحكي عليها النهاردة دي كلها خشب زان. فعشان كده الزان النهاردة سعره عالي جدا. بس احنا بنحب نوريكم برضو عشان برضو لو اي حد حب يشوف الغرفة عجبته بيتواصل معانا واحنا بنقول له سعرها. شغل بسم الله ما شاء الله، ترابيزة، حفر، الالوان، التشطيبات، حاجة بسم الله ما شاء الله. ودي ترابيزة مدخل لو اي حد عنده مساحة لترابيزة المدخل، بتبقى محطوطة في مدخل الشقة، بتبقى جميلة جدا. انا النهاردة الفيديو اللي احنا بوريه لكم النهاردة كله شغل ستيل. فشغل الستيل برضو شغل من اللي هو زي الذهب بالظبط، بيبقى حافظ قيمته مهما يقعد، قيمته معروفة. وان شاء الله دي بعض عينات من الشغل اللي انا اوريها لكم موجودة على الصفحة، فيديوهات كاملة. انا بحب بجمع الفيديو بيبقى فيه اكتر من غرفة، تختاروا اللي يعجبكم. ولو اي حاجة مش واضحة في الفيديو ومهتم انك انت تشتري من على الموقع، بتبعت لي على الواتس وانا ببعت لك كل التفاصيل بتاعتها وبوضحها لك. عاوز تيجي تشرفنا بتشرفنا وبتشوف الشغل على الطبيعة. كل ده موجود بإذن الله. معرضنا سمير الشناوي في دمياط. أهم حاجة تصلوا بينا على النبي وتدعمونا بالاشتراك والمتابعة. ويا رب نكون خفاف على قلبكم، وبنحب نقدم لكم كل جديد في معرض سمير الشناوي في دمياط. طبعا ده كل شغل استيلات دورانات. خدوا بالكم المصنعية بتبقى في الدورانات والشغل الحفر. تمام، والشغل بقى المضاف فيها، يعني الشغل برضو المودرن حسب التفاصيل بتاعته. يعني في شغل بيبقى دورانات برضو بمصنعية معينة. كل الحاجات دي بتفرق في الخامة وفي الشغل. واهم حاجة في الشغل لازم يبقى خشب زان وابلكاس سه ودهان فرن. لازم لما تيجي تسأل اي معرض لازم تسأله عن الثلاث حاجات ده. ويبقى معرض ليه اسمه، الكلمة اللي بيقولها تبقى فيها مصداقية وكده. دي سفرة برضو مودرن، 2 نيش وبوفيه وترابيزة و6 كرسي. يا رب اكون فدتكم، ومتبخلوش علينا بالدعم والاشتراك، وتصلوا بينا على النبي. واي خدمة احنا تحت امركم. معرض سمير الشناوي في دمياط.